بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال ان شاء الله. النهاردة عايزة اقول لكم ان عندي تحت الحوض كنت مقفلاه، بس لقيته عامل زي مية تحت منه كده، زي ريحة مجاري ومش عارف ايه، فشلته. ودلوقتي عايزة بقى ايه مؤقتا كده اغطيه، عشان بصوا زي ما انتوا شايفين كده مبين تحت الحوض اهو، بصوا اهو. فانا عايزه اداري كل المنظر ده. عملت ايه؟ رحت جايبه غيره بيضه اهي اسمها بوند، وجبت شريط كوتش بيتباع عند بتوع الخردوات اللي بيبيع الزراير والخيط والحاجه اهو. جبت 2.5 متر على قد الرخامه، لان الرخامه 60 في 180. ودلوقتي بدهن بقى الغيره البيضه اهي، بصوا معايا اهي. انا دهنتها اول مره، بدهنها تاني مره اهو، عشان الزق فيها الكوتشايه، ولا هخيط ولا اي حاجه اهو، زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما ربنا يعدل الدنيا بقى كده والظروف، نبقى ايه نقفله تاني. بس مش هقفله واعمله قاعده على الارض كده، بصراحه مشروعه فاشل. انا هعمل له عجل عشان اقدر اطلعه واحركه يمين وشمال، عايزه اصبن وراه، عايزه امسح تحتيه، ما يبقاش ثابت كده، لان الثابت ده بصراحه مش حلو. فانا قلت بعمل ايه، اعمل الستاره دي مؤقتا كده عقبال ما ايه ما ربنا ييسر، وابقى اعمله بقى براحتي اهو. يداري لي الدنيا ويبطي لي الدنيا دي، حتى برطمانات، حتى صابون سايل، اي حاجه انا حطاها تبقى مستوره وتدي شكل حلو شويه. انا كده دهنت الغيره اهو، هبتدي الزق الشريط بتاعي اهو. الخشنه دي بتبقى تحت اهي، بصوا اهي، هلزقها. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، واخداها من الزاويه اهي كده اهي اهو، وثبت عليها بقى كده واسيبها لما تنشف اهي. ادي يا حبايبي لزقنا الشريط اهو، واستنيت عليه تاني يوم لما نشف اهو. هنبتدي بقى نحط الستاره بتاعتنا. ادي يا حبايبي حطيت الستاره عندي اهي، اللي هي حطيتها بتاعت الحوض، بصوا ما شاء الله، بصوا غطت كل ده الحمد لله. مش هقول لكم بقى انا جبت قماش جديد، لا دي كانت عندي ملايه قديمه وقسمتها نصين ووصلتها عشان اعمل لها الكشكشه بتاعتها دي اهو. بصوا، بس انا مش موصلاها للارض قوي عشان ما تغرقش مني ميه، اكون بمسح ولا حاجه تغرق مني ميه اهو. فكره جميله ودارت لي كل الدنيا كده. عايزه احط بقى مواعين تانية، عايزه احط اي حاجه، جبت رفوف من اللي نازله جديد دي انا هحطها، واحط عليها حللي والحاجات الزياده. ادي يا حبايبي الستاره جميله وزي الفل اهي، تعملوا ان شاء الله زيها لحد ما ربنا يعدل لنا الحال والدنيا يا رب. ربنا ييسر لنا كل امر عسير. وافتكروني بدعوه حلوه، اختكم ام يوسف، واحلى لايك من ايديكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.